مش معنى اني ما بحبش حاجه ان انا ما اعملهاش. انا ما بحبش الفته، بس عملت لهم النهارده بقى شويه فته. تعالوا شوفوا الطريقه وشوفوا هنعملها ازاي وشوفوا القمر ده بيتعمل ازاي. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي ونقول بسم الله وعلى بركه الله. اول حاجه هنبدا بيها عشان يبقى طعمها حلو وهي الشوربه. تعالوا بينا نشوف هنطلع من اللحمه شوربه حلوه ازاي. اللحمه طبعا مش بتتغسل. اول حاجه جبت البصل ودعكتها بملح وفلفل اسود كويس جدا جدا علشان تنزل كده ميتها، وبعد كده هدعك فيها اللحمه كويس جدا. هنا ممكن تسيبيها من بالليل للصبح في التلاجة، وممكن قبلها بساعتين، وممكن قبلها بساعه. تمام. هنبدا ان احنا نعمل الشوربه بتاعتنا. اول حاجه جبت حته سمنه بلدي كده مع فص مستكه، وهشوح فيهم اللحمه. طبعا بشيل اللحمه من البصل وبشوحها فيها كويس. هنا بقى عشان ندي طعم جبنا الماسوره القمر دي. الماسوره دي والعظم بيدي طعم حلو قوي قوي للشوربه، والماسوره كده بتنزل البهاريز بتاعتها بتبقى حلوه قوي. هنا حطيت بقيه البصله بتاعتنا. هقلب بقى كل الحاجات الحلوه دي كده مع بعض. هتشربوا بجد احلى شوربه وهتدعوا لي. يعني اعملوا الطريقه دي في الشوربه، واللي ما بيشربش شوربه اللحمه هيشربها. بعد كده حطيت ميه سخنه طبعا، وحطيت طماطم، وحطيت جزر، حطيت ورق لورا وحبهان وكزبره ناشفه، وحطيت بقى معلقه سكر كده صغيره علشان تساعد اللحمه انها تستوي. تاني حاجة بتديها طعم حلو قوي وهي الدقة. تعالوا بقى بينا نشوف هنعملها ازاي. طبعا سلقت الطماطم حاجة بسيطة جدا وشلت منها القشرة الخارجية، وبعد كده هحطها في الكبة. لو انتوا عايزين تبشروها ابشروها، بس الحركة دي هتديها طعم حلو قوي. في ناس بتعملها بالصلصه وفي ناس بتعملها من غير صلصه. انا هعملها لكم النهارده بالصلصه. جبت شويه زيت حطيت عليها سمنه. بعد كده طبعا دقيت التوم في الهون كده وحطيته عليهم. هقلبهم كويس. اللي مش عايزه احمر التومه تمام، هديها بس كده لون بسيط. بعد كده هحط عليها معلقه كبيره من الصلصه البيوريه وهقلبها حلو جدا. تمام. طبعا هحط عليهم بعد كده الطماطم اللي احنا دلوقتي كنا ضاربينها مع بعض في الكبه. قلب قلب بقى الحلاوه دي كلها. عايزه اعرف بقى واكتبوا لي كده التريكات بتاعتكم في الدقه بتاعه الفته دي ايه. بعد كده حطيت عليهم شويه من الخل. تمام. هحط بقى عليها ملح وفلفل اسود وكمون وشطه. لو عايزين تحطوا شطه حطوا، لو مش عايزين بلاش، براحتكم خالص. كده خلاص الصلصه بتاعه الفته بقت جاهزه معانا. تعالوا بقى نحضر طبق الفته. طبعا انا محمصه العيش في الفرن، والرز طبعا مطبوخ بالسمنه البلدي، رز ابيض عادي معمول بالسمنه البلدي. هنا حطينا طبقة العيش، وبعد كده حطينا طبقة من الرز، وبعد كده حطينا الشوربة عليها. وبعد كده بقى تحطوا الصلصة بتاعتكم وتاكلوا احلى طبق فتة متين كده وجميل. والشوربة بتاعته بجد كان طعمها كمان تحفة قوي. اللحمة دي الطريقة بتاعتها هتنزل الفيديو اللي جاي ان شاء الله. كنت عاملاها بالبصلة كده، طعمها هيعجبكم ان شاء الله. ما تنسوش لو وصلتوا لهنا تصلوا على النبي في الكومنتات وتتابعوني منوعات سارة جمال. واهم حاجة اهم حاجة تكتبوا لي في الكومنتات انتوا بتتابعوني منين. باي باي حلوين. باي حامي.